قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا ويوضع له منبرا يوم القيامة يجلس عليه إلا أنا، أظل قائما منتصبا بين يدي ربي لا أجلس، مخافة أن يصرف بي ويؤمر بي إلى الجنة وتظل أمتي، فيقول الله: يا محمد ما تريد أن أصنع بأمتك؟ فأقول: يا رب عجل حسابهم، فيدعون فيحاسبون، فمنهم من يدخل الجنة برحمة الله، ومنهم من يدخل بشفاعتي، فأظل أشفع حتى أعطى صكاكا، صك يعني زي إمضة كده، حتى أن مالكا خازن النار ليقول: يا محمد ما تركت لغضب ربك في أمتك من نقمة. من كتر شفاعة النبي ووقفته لغاية ما يطمن علينا كلنا، هذه الأمة سترحم. وافتكر لما ربنا قال للنبي لما شافه بيبكي: يا محمد إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. المشهد الثاني يوم ما سيدنا النبي كان ساجد عليه الصلاة والسلام وطول في السجود، والناس افتكرته قبض، حتى أنه رفع من السجود بعد كده وسألوه فلقوه مبتسم، وقرأ عليهم الآية اللي أوحيت لي وهو في السجود: إنا أعطيناك الكوثر. فقيل له: ما الكوثر يا رسول الله؟ قال: ذلك حوض ترد عليه أمتي. ناس يوم القيامة عطشانة، والنبي فرح أنه هيقف وقفة طويلة يوم القيامة يسأل مليارات من المحبين، مع أن ده في الظاهر للناس إن ده مجهود للنبي، لكن على قلبه سيدنا النبي بيحب السند والدعم، ويحب يبقى في ظهرنا لغاية آخر واحد، وهتشوف ده بكرة. فيقف النبي ويستقبل الجميع، واللي هيشرب من ايد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مفيش مشهد صعوبة بعد كده، لأن الحوض في وسط يوم القيامة، لسه بعديه مراحل تانية، بس لو شربت خلاص. عشان كده كان العلماء يقولوا: بقدر ما تتبع سنته ترتوي يوم القيامة من يده. مالكش زي النبي، متزعلش النبي أبدا عشان خاطر حد، والنبي بتعرض عليه أعمالنا يوم الخميس زي ما هو قال: تعرض علي أعمالكم يوم الخميس فأفرح للحسنة وأحزن للسيئة. حدش أبدا يخطفك من طريق سيدنا النبي أبدا عليه الصلاة والسلام، لا شيطان ولا صحبة مش كويسة. مشهد الثالث لسيدنا النبي وهو واقف على الصراط، وإحنا بنعدي، هو يعدي الأول وبعدين يقف ويقول: ونبيكم قائم على الصراط، الجسر اللي فوق النار اللي أحد من السيف وأدق من الشعرة كما في الروايات، قائم على الصراط النبي، أقول: يا رب سلم يا رب سلم، بيدعي للناس عليه الصلاة والسلام. ثم الناس كلها تتجمع في حتة اسمها القنطرة، ما بعد الصراط فوق النار قبل الجنة، فيطلع النبي من وسط الناس ويخبط يقول: أنا أول من يحرك حلق الجنة. قال: فأسمع رضوان يقول: من أنت؟ فأقول: محمد ابن عبد الله. فيقول: بك أمرت ألا أفتح إلا لك. فالنبي اللي كان لسه من شوية واقف على الصراط بيقول: يا رب سلم أمتي، هيفتح لنا كلنا أبواب الجنة.